اهلا، السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ رمضان كريم باش ما تمنيتو ان شاء الله بالصحه والسلامه والمغفره والثواب ان شاء الله يا ربي. تعطلت عليكم، غبرت عليكم غبورات شي 6 شهور دابا تقريبا هكاك. المهم لظروف خسر لي التليفون، وكذلك كان عندي شي امتحانات اكزامنز وباقي ما ساليتهمش صراحه. من بعد نعاود لكم كلشي وبزاف الحوايج نبارطاجيهم معكم، خاصني غير الوقت ندير لهم مونتاج. بالنسبه لهذا الفيديو هذا درته تقريبا دابا شي شهر باش صايبت انا السفوف، صايبته على 9 العام هذا. بزاف ديال الحوايج صايبتهم صورتهم، باقا ما درتش ليهم مونتاج. ان شاء الله من هنا لقدام نحط لكم فيديوهات. وبالنسبه للفيديوهات الاخرين حتى هما مازال ما درتش ليهم مونتاج. الفيديوهات ديال الناس اللي باغيين معلومات على هولندا، ملي غيجيو لهولندا شنو غيحتاجوا كلشي، ان شاء الله غندير لهم مونتاج وغنحطهم لكم، فخليكم معايا. فان شاء الله غادا نحتاج هنايا 1 كيلو ديال الزنجلان. هنايا عندي 500 غرام اللي غادا نحمرها في المقله. غندير ليها واحد المعلقه كبيره ديال الزيت باش كيجينا مقرمل، وغادا نشد النص الاخر حتى هو غنكمل بحال هكا. كيجي رائع صراحه، كيجي مقرمل. كندير ليه الزيت روميه، معلقه صغيره عفوا معلقه كبيره صافي. فبالنسبه للوز غادا ندير له بحال شكل الزنجلان حتى هو بشويه ديال الزيت، وغادا نحمرو هكا في المقله. فانا درتو في الاصل في الحقيقه في هذيك اير فاير، غير هو عمرات بزاف ودرت شويه هنايا في المقله باش نكمل يعني دغيا. عندي هنا معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره ديال النافع. غادا نصهضهم واحد شويه غيطلع الريحه ديالهم صافي غنطفي عليه. عندي هنايا كيلو ديال الدقيق الفورص حتى هو غادا نحمرو. انا عندي 600 غرام ديال الفينو، غادا نحمرو حتى هو في المقله. كنحاول نحيد ليها هذيك الرغوه كاللوحه، نحطها بشي زلافه واللوحه من بعد. عندي هنايا واحد 300 غرام ديال اللوز اللي فسختو. دابا غادا نقليه في الزيت اللي تكون بارده، ضروري تكون الزيت بارده، لحقاش الا درناه والزيت سخونه غير فوا كتحطوه صافي كيتقرمل من برا ومن الداخل كيبقى رطب، ما تيبقاش مقرمل كامل، تتقرمل من برا ولكن الداخل لا. هكا حسن هاد الطريقه هادي. فهنا بعد ما ساليت صافي طحنت كلشي، وجدت المقادير اللي غادا نخلط دابا معكم. هنايا عندي كنشرح لكم في الفيديو، عندي كيلو و500 غرام ديال اللوز. 300 غرام خديت 300 غرام من داك اللوز اللي فسختها وقليتها 300 غرام، وبقات ليا كيلو و200 غرام. كيلو و200 غرام خليتها بالقشور ديالها، غير مسحتها هكا بواحد زويف فازك شويه صافي، ودرتها في هذيك الاير فاير. درت لها نقيطه ديال الزيت وحركتها بحال هكا. كتسرعوها بالنسبه لهذيك الاير فاير اللي عنده صراحه. درت فيها اللوز، درت فيها بزاف ديال الحوايج. المهم شي نهار نشارك معكم بزاف ديال الحوايج كيداروا فيها، كتنفع صراحه. وبالزربه وخرج يعني مقرمش واعر بزاف. بالنسبه لهذيك 300 غرام ديال اللوز اللي فسختو، ها هو كنشرح لكم. خديت منه واحد شويه طحنته، ها هو اللي محيده ليه القشره ديالو ومقلي، وخليت شويه باش نزين به التزيين. وبالنسبه للوز اللي بالقشور ديالو، شي حاجه طحنتها مزيان، شي حاجه ما بين، وشي حاجه غير مهروسه وصافي. مهرسه زعما على جوج هكا. المهم مطحونش مزيان باش يبقى لنا داك القرماشه، يبان لنا زعما راه كناكل شي حاجه هكايا. المهم كاين اللي كيطحن كلشي، يعني اللوز كاوكاو، انا ما درتش كاوكاو. المهم الزنجلان كيطحنوا كلشي. انا الزنجلان نص طحنته، النص خليته هكاك صاين وصافي. غادا نحتاج السكر كلاصي، القرفه، المسكه الحره اللي خلط طحنتها مع سكر سنيده. غنحتاج الزبده اللي غادا نخلط بها. الزبده تكون نوازيت، يعني الزبده اللي نكونوا ذوبناها مزيان حتى كنحيدوا لها داك الحليب اللي كيبقى لنا من الفوق هكايا. كنحيدوا بالمعلقه كل شويه، كنحيدوا صافي. كتولي لنا ديك الزبده اللون ديالها كراميليزي. المهم
انا كنوريكم المقادير. هنا عندي هنا حبه حلاوه والنافع اللي طحنتهم. ضروري نغربلو كلشي تغربل. فدابا غادا نغربل الدقيق، ضروري تغربل الدقيق، القرفه، النافع، حبه حلاوه، كلشي خصنا نغربلو. الكوزه حتى هي. فنسيت ما قلت لكمش واحد الحاجه بالنسبه للوز اللي طحنته مزيان حتى ولا بحال هكا طلق الزيت. زدت ليه الزيت اللي قليت فيها اللوز، زدتها ليه باش طحنته ولا بحال هكاك. وبالنسبه لديك الزيت اللي قليت فيها اللوز غادا نخلط بها هي والزبده، الخليط ديال السفوف هي باش غنخلط. فدابا غادا نشد كلشي، غادا نغربلو هنايا. غنضيف القرفه بحال ديما، سكر كلاص هذا كالشيطان، سكر سنيده مع مسكر حره، هذا النافع مع حبه حلاوه. وهنايا الكوزه كاين ما كيديرهاش مجهده. وغادا ندير الفينو، دابا غادا ندير السكر كلاصي. بعد ما غادا ندير سكر كلاصي، غادا ندير هنايا واحد جوج، عندي هنايا واحد 250 غرام 500 غرام ديال الزبده. عندي هنايا 500 غرام ديال الزبده مع الزيت اللي طيبت فيها اللوز، اللي قليت فيها اللوز. ما الزيت اللي قليت فيها هذا اللوز هذا هي هذه، مع 500 غرام ديال الزبده اللي ذوبت الزبده هي الاولى وحيدت ليها داك الرغوه اللي كتكون فيها، صفيتها حيدت ليها الحليب وخليتها، وزدت عليها دابا داك الزيت اللي تقلى فيه اللوز. هي اللي غادا نضيف هي اللي باش نخلط السوف ديالي صافي. وهذا هو الشكل ديالها بعد ما ديكوريتها في هذا المول ديال الكيك. ان شاء الله كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم واستمتعوا بالفيديو. واخا المونتاج ديالي على قد الحال، شحال هذه ما حطيتش فيديو داكشي علاش 6 شهور يعني جاني بشكل شحال هذه ما حطيتش فيديو ندير مونتاج ولا ندوي فيه. المهم تالفه اختكم اعتذر. المهم نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. صراحه عجبني بزاف، مقوم وداك اللوز كيجي فيه مكرمل. يلا نخليكم دابا على خير ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. وما تنساونيش بلي لايك وبتشجيعاتكم تعاليقكم زوينه، وكذلك تبارطاجيو القناه ديالي مع الاصدقاء والاحباب لتعم الفائده، وكذلك انايا نستافد من الناس المشتركين اللي عندي. هكا تشجعوني اكثر ونعطي اكثر. يلا بسلام عليكم، تهلاو الى فيديو قادم. بسلام.